السلام عليكم مشاهدينا الكرام. اذا استمرارا الحلقات اللي كنديروها مع اسير مغربي سابق في سجون البوليساريو والجزائر. مرحبا بالسي جلال سميده، اهلا وسهلا. اهلا بك مرحبا وسهلا. اذا في اطار الحديث على المعارك وعلى الميدان اش كيصرى في الميدان، يعني شنو المسائل اللي يمكن مازال عالقين في الذاكره ديالكم ومازال شي حوايج ما تنساهمش وكتشوفوا مهمه وخصك تعاودها للمشاهدين الكرام؟ ايوا على كل حال الحاجه اللي هي مازال راسخه عندي وتاريخيه اصلا، وهي زياره المغفور له الحسن الثاني رحمه الله. الزياره اللي كنقام بها عندنا في شون دو باتاي، في شون دو غير اللي كندخل عندنا جا لابس لا توني دو كومبا، جا لابس توني القتال، ودخل عندنا المنطقه ديال بكرع. كانت زياره كانت 1984، وكانت واحد الزياره، كانت واحد المفاجاه كبيره، يعني كانت واحد المفاجاه كبيره بالنسبه لنا كملك البلاد يجي ويدخل عندنا للشون دو باتاي ولابس لاتوني ديالو ديال القتال، ويجي يشوف الجيش كيفاش كيقاتل، الجيش المغربي كيفاش كيقاتل ضد المرتزقه وضد كبرنات الجزائر. كانت واحد الزياره، كانت واحد المفاجاه كبيره، يعني هذه ما عمرها تنسى لي في التاريخ. وجا ودخل عندنا وشافنا ولقانا مكروشين مع المرتزقه. يعني اشتباكات كان اشتباك، كانت عمليه، كانت اشتباك قوي، كان واحد الاشتباك قوي اصلا، غير باش يحبسوه مثلا، بغاو باش يحبسوه باش مثلا ما يقدرش يوصل لعندنا في كاين الجيش في كيقاتل. ومع ذلك دخل الاسد، جاي تدخل عندنا، وكان انا كيحصل لي الشرف من الدراري العسكر اللي عطيته سلاح ومع النظرات ديالو كيشوفني وهكا وكنشوف فيه وكيشوفنا كاملين. وزاد اللي عجبو الحال وهو منين بدا كيشوف فينا كيلقى غير الشباب، غير لا جونيس، ما كاينش شي واحد اللي كيحسن وجهه، غير لا جونيس، غير الشباب، وكلشي مسلح والمعنويات مرتفعه. هنا في هذه الزياره هذه فاش بقى كيسولنا، قلنا كي الاحوال ديالكم كي دايرين وهذا، قلنا له ها انت سيدي، احنا اصلا راه العمليه كاينه هي قدامك، انت كتشوف النار كيفاش دايره، وقبض لا جيمال ديالو، قبض لي زاباري دو بوانتاج، كيشوف العدو داير بحال النحل بحال الدبال، وحنا مكروشين معاهم. كاين بعض لي ريجيمون اللي مكروشيه مع المرتزقه، وحنايا مع سيدنا دايرين به. وشاف واحد اللقطه، كيشوف الدخان خارج من واحد البلاصه بعيده عليه، فاش واقف كيهضر معنا ب 20 متر، وقلنا شنو كاين تما، ياك ما طاحت شي قذيفه ولا؟ قلنا له لا سيدنا، كاين تما يا كنطيبوا الخبز ديالنا ديال باش كنتغداو، هذا تما دايرين واحد الكوشه كنطيبوا فيها الخبز. وقال غادي نشوفها، ودخل في وسط الغيران، في وسط دوك التشابولات، وجا داخل والتراب يطيح عليه مع الجناب، يعني الخنادق ديال بصح ديال جنود الصحراء الحرار. دخل والتراب يطيح عليه مع الجناب، تمشى حتى كيتفاجئ كيلقى بلاصه فين كطيب، بلاصه اللي كنطيبوا فيها الخبز، وهذا كيلقى عسكري السلاح ديالو حداه مارمي، والخبز طابت الاولى طايبه، الخبزه الاولى طايبه. والله العظيم شوف التواضع ديال الملوك المغاربه. قبض الخبزه بالفعل، قبض الخبزه وحنا معاه، وحنا كنشوفوه الان، غادي نشوفوه في الصور، راه كاين الفيديو ديالو، كاين الصور ديالو. قبض الخبزه، باسها وحيد منها الدغمه الاولى، قال بسم الله ودار فمو الدغمه الاولى، وحيد الدغمه الجوجه عطاها لسيدي محمد. الدغمه الثالثه والخبزه كامله عطاها لسيدي محمد ومولاي رشيد كما كنشوفوا دابا في وراه كاين الفيديو ديالو. وعطى الخبزه يكملوا سيدي محمد، كان على جنبه الجنرال عبد العزيز بناني، عطاهم الخبزه كل واحد كاع اللي حالف والحظ وكان من الزهر ديالو وصلوا طريف من ديك الخبزه يذوقها، خبزه الجندي المقاتل، خبزه واللي هزها سيدنا الجندي الحربي على القوات المسلحه. طبعا سيدنا قبض الخبزه علينا وداك ياكل منها، وعطى لسيدي محمد ومولاي رشيد، وعطى لعبد العزيز بناني الجنرال، وبدات كتفرق ديك الخبزه كاملين، بقاو كاملين بغاو منها طريف ديك الخبزه ديال الجندي المغربي الحربي. وعجبنا الحال،
وتكلم معنا مزيان، قال لنا ربي معكم وربي يعاونكم وراكم اولادي على حق وراكم كتدافعوا على البلاد ديالكم والله ينصركم والله ينصركم على الاعداء ديالكم. قلنا له ها انت سيدنا، ها هما قدامنا، ها انت هاكا لي زاباري دو بوانتاج، ها الالات وشوف بعينك غادي تشوفهم، ولكن راحنا عاطينهم العصا، راحنا عاطينهم وفريمون والله العظيم راه كلشي كيتذكر ديك العمليه ديال 84 ديال بكره اللي كنا قرب شويه على المناجم ديال الفوسفات. عطيناهم واحد القتله اللي داوها ما عمرهم ينساوها. ابري فاش خرج سيدنا من المنطقه، انت تصور صاحبي سيدنا يجيك ملك ديالنا رئيس الاركان الحرب العامه لابس لاتوني دو كومبا ودخل معنا في الطوندوغير، يعني حتى البلاصه ديال العمليات العسكريه الاشتباكات يعني ودخل معنا بلاصه ديال الاشتباكات. الاسد هادشي كبير، هادشي كبير. الاسد الشريف، الاسد راه الاسد هذاك وحنا ولادو. وكيفاش شعرتوا ذيك اللحظه فاش كان معكم؟ كيفاش شعرتوا؟ اللي فاش كيهضر معانا وكيسولنا وكيراكم دايرين وكي دايرين مع هذه المرتزقه، قلنا له نعم سيدنا الشعب المغربي يرقد على يدو اليمنى، احنا متكلفين بالمهمه كما يجب، الاوامر اللي كتعطى احنا مطبقينها على الارض. العدو راه كياكل العصا، ولكن الا طاح فينا شي واحد ولا تشتت فينا شي واحد راه ضروري من الرصاص، ضروري هذا تبادل الرصاص ضروري. وهنايا سيدنا فاش شكرنا بزاف ورفع لنا المعنويات ديالنا، بقى معنا واحد الساعه ونص. هنا اللي كان كيحصل لي الشرف، كان كيقدم لي وكيقدم لجميع الجنود المغاربه اللي كنا في ديك الاثناء معاه، كيقدم لنا واحد الوسام، وسام ملكي قدموا لنا، ها هو فين راه كيقدم لنا هذا الوسام، هذا وسام الاستحقاق، هذا وسام الشرف. هنا كيقدم لنا هذه الاوسمه، عطى الامر ديالو بان الجنود هادو عندهم يستحقوا هذا وسام الاستحقاق، فيه المسيره الخضراء وفيه الله الوطن الملك وفيه الخريطه ديال المغرب بالصحراء المغربيه ديالو. وهذا كان زادنا افتخار على افتخار، وزادنا واحد القوه وزادنا واحد الايمان. هذه الهديه هذه ما عمرني ننساها. ضربت السجن وضربت الويلات، وهي مازال عندي هذا الكادو، هذا يعني احسن كادو قبضته من عند المغفور له الحسن الثاني انذاك. هذا الكادو هذا كيعجبني بزاف ومحتفظ عليه. اصلا هو الوسام اللي لابسوه في الصوره موراك ياك؟ نعم هذا هو هذا وسام الاستحقاق. نعم. من بعد ما خرج سيدنا من المنطقه، قعد معنا ساعه ونص، هو معنا دار شاف الاسلحه ديالنا، جلس على الاسلحه ديالنا، خدم الاسلحه ديالنا، شاف الجيش العسكريين كيفاش دايرين كيفاش عايشين، سول العسكر. عرفت سيدنا كيسول الجندي البسيط قبل ما يسول الضابط الكبير، كيسول الجندي البسيط شنو عندك وكيفاش عايش وكيفاش الامور ديالك ولدي وكيفاش المورال ديالك وكيفاش هذه هي اللي هزت لنا المعنويات. هنا عرفتوا واش وقع لنا. هنا فاش خرج من المنطقه، دخل عندنا مع 11 ونص، مع 12 ونص الوحده قلا ربع غادر، خرج من المنطقه ورجع للبكرة ورجع لمدينه العيون باش يدير الخطاب السامي ديالو. لكن 15 يوم ورا هذه الزياره الملكيه كندخلوا طول وعرض في منطقه ديال السكن، منطقه ديال السماره، كانوا قرب ليها بوليزاريو بواحد 50 كيلومتر. ديك المعنويات اللي عطانا كندخلوا طول وعرض في وسط الصحراء، وكنشدوا واحد المسافه ما يقرب على 500 ديال الكيلومتر، ولقينا بوليزاريو مغرغلين فيها. دوك اللي كانوا داروا شاركوا في العمليه باش يوقفوا سيدنا، لقيناهم مغلغلين تحت الجبال. والله الا ردمنا عليهم دوك الجبال، ردمنا على المعنويات. كانت عندنا واحد القوه وواحد المعنويات عطانا، ردمنا عليهم معهم دوك الجبال، دخلنا طول وعرض فيهم. وهذه كتبقى عندي تاريخ، وكتبقى تاريخ عند الابطال، عند العسكريين الجنود المغاربه اللي كانوا مشاركين معايا في هذه العمليه هذه وفي هذه الزياره الملكيه اللي زارنا فيها. الله يرحمه ويوسع عليه، الله يرحمه ويوسع عليه. يعني انا نتذكر في ذاك الوقت المغفور له الحسن الثاني فاش كيفتخر بالجنود المغاربه. نعم. قال لك اللي ما ذبح شاتو، اللي ما ذبح شاتو ياك، اللي ما طيب ماكلتو، عشاتو، اللي ما طيب عشاتو، اللي ما طيب عشاتو باش تجي هكا داك السجن، اللي ما طيب عشاتو وما صب نكساتو، وفريمون اللي ما طيب عشاتو وما صب نكساتو.
وما ذبح شاتو وما ذبح شاتو، حياته احسن من مماته. وطبعا ورا العسكري راه البطله صاحبي، ورا العسكري كيديرهم كاملين، ورا العسكري كيديرهم. واش عرفت بالله كنت انا كنصبن التري ديالي ب5 يطرو ديال الماء، 5 يطرو ديال الماء، ديك ال5 يطرو ديال الماء كندوش بها. لا خاطر علاش ماشي زعما هذه واحد كنا تعلمنا واحد المرحله اقتصاديه في الماء، لا خاطر رحنا في وسط الادغال في وسط الصحراء باش ما تبقاش اونطان، يعني باش ما تبقاش اونطان، يعني ملي كتعطي لك 5 يطرو ديال الماء دوش بها، راه ديك ال5 يطرو ديال الماء اللي كنقبط انايا كندوش بها في وسط جفنه، وداك الماء اللي كيطيح هو كنصبن به الزي العسكري ديالي، كنصبن التري ديالي دو كومبا ونشرو على الكانو وينشف لي في نص ساعه ونولي نلبس التري ديالي. فهمت؟ هذه كانت مرحله اقتصاديه باش كنعرفوا كيفاش نمشيو الامور ديالنا باش حتى واحد ما يطيح اونطان. فهمت؟ هذه المساله اللي قلت ديال التحفيز ديال القائد الاعلى للقوات المسلحه الملكيه من خلال الزياره ديالو للميدان، نعم، يحفزكم، وهذا هو الالتحام بين الملك والشعب اللي ما كيفهموهاش لا الجزائريين ولا المرتزقه. هذا العلاقه القويه ما بين الملك والشعب، شوف هو نقول لك حاجه استاذ، قوه كبيره اللي خلقت واحد الملاحم كبيره. لا شوف انا نقول لك حاجه، الخطره اللي عشت مع البوليزاريو كيعترفوا كيقولوا المغاربه كاملين راه 45 مليون مغربي راه دمهم كامل تجري فيه الملكيه، كتجري لهم في الدوره الدمويه ديالهم، هذه لا غبار عليها. الملكيه تسري في الدوره الدمويه ديال المغاربه، هذا العنوان كبير اللي فاهمينه، ولكن التفاصيل ديالو والسر ديالو والفلسفه ديالو ما فاهمينهاش. ولكن بالنسبه للكبرانات ديال الجزائر، عسكر الكبرانات هما اللي كيبغيو كيديروا جميع المحاولات باش يفرقوا ما بين الشعب والملكيه ديالنا. لكن مثلا نعطيك غير واحد ليكزومبل هذا قريب اللي شناه غير البارح ولا شناه غير في هذه السيمانه، هذاك الداعيه الفقيه ديال الجزائر ابو هريره، تخنع عليك بربي، شوف والله العظيم تخنع عليك بالله. ودابا هذاك داعي، واش الداعيه كيدعي ديما للصلح ويدعي للسلم ويدعي للمسلمين باش يكونوا يتجمعوا وباش يدعي، فهمت؟ داعيه كبر مقتل عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. لابس جلابه ايفازي حشومه كاع حشم براسو كاع جلابه ايفازي ديال النساء، مزيره له على المراود ومزيره له على كذا. شو الائمه ديال المغرب؟ السلهامه مولاي، السلهام والجليليبه والطربوش الوطن. لا ما يمكنش تقارن مع وجود الفارق. شو امام ديال المسجد في المغرب تيجي لك يدير لك الخطبه يوم الجمعه، تبارك الله، يجيك بالسلهام والجلابه. الامبراطوريه الشريفه الشريف، راه الامبراطوريه المغربيه هذه راه من بين الحوايج اللي كيفقسوهم ويفقعوهم هما هادو. راه كيف ما بغى يكون، اسمح لي نكمل لك، سواء الجزائري ملي كيوقف عند قدام المغربي، نعم، او الجزائر الدوله الجزائريه ملي كتوقف عند الدوله المغربيه، او النظام الجزائري ملي كيوقف عند النظام المغربي، كيتلف وكيحس بواحد العقده كبيره لان عندنا واحد المقومات اللي ما عندهمش. لا بغيت غير والله الا كان عندي باش غادي نجاوب غير هذاك ابو هريره، ومن نسولوا شي واحد قال له ودي حنا في الجزائر نقولوا امسيس ما نقولوش الادب. اش الامسيس شنو هي؟ ولا انا كنقول لهم الامسيس هو اللي كنا كنردموها عليكم تما في الجبال، راه الامسيس هي اللي ردمناكم بها، والام 3 جايه في الطريق اللي ما يتفكش معكم الحداده كامله، هذه ما فيهاش النقاش. وبنادم خصو يكون فهمت، جاي الام 3 في الطريق، فهمت، اللي غادي يردم الحدود ديالهم ويردم الحداده كامله اللي ما يتفاكش. ما حنا كنقولوا بنادم شو داعيه بنادم يخسر هذا الداعيه، راه كيكون كيجمع هذيك هي الفقيه اللي بغينا السنين باركتو ودخل الجامع بلغتو. والله العظيم الا شحال ديال الشعوب ضحكوا غير على ديك الجلابه ايفازي ديال البونسوان وديال النساء. عيب والله لا عيب، والله لا عيب. شوف لي الشريف، شوف لي الائمه المغاربه، شوف لي الامبراطوريه كيفاش، شوف لي نهار الجمعه السلهام من عام سيدي السليهين فوق جلابه بيضاء والكب ديالها وداك الشيء كيفاش المغرب صاحب، راه المغرب هذا. إذن عاش المغاربه، عاش جلاله الملك، والله الوطن الملك. ديما